طبقنا النهاردة هو شيبس الشطة مع الليمون، وانسي تشتري تاني من بره وهتعمليه بطريقة صحية وهتفيدك انتي واولادك. هنقول مكوناتنا مع بعض: 3 بطاطسات متوسطة، 1 معلقة كبيرة زيت زيتون، عصير نص ليمونة، معلقة صغيرة باربيكيا، نص معلقة صغيرة على حسب الشطة، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة بصل باودر، نص معلقة صغيرة ملح، رشة فلفل اسود. بس يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعملي لايك وتشجعيني ان اقول لك الوصفات اكتر واكتر. طريقة التحضير: هنقول نغسل البطاطس كويس ونقطعها شرايح رفيعة جدا جدا باستخدام المندولين او سكينة حادة. هننقع الشرايح في مية باردة لمدة 20-30 دقيقة. بعد كده هنصفها ونجففها جدا بمنشفة نظيفة، ونخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والباربيكيا والشطة والثوم البودر والبصل البودر وملح وفلفل اسود. وبعد كده هنحط البطاطس التتبيلة دي كلها وهنقلبها كلها كويس حتى تتساوى وتشرب التتبيلة بتاعتها. هنجيب صينية مبطنة بورق الخبز وهنرص فيها شرايح البطاطس طبقة دون التداخل التانية عليها. بعد كده هنكون مسخنين عندنا الفرن قبل ما نحط فيها الصينية على 180 درجة لمدة 20-30 دقيقة. بعد كده هنحطها فيها مع تقليبها في المنتصف الوقت حتى تصبح معاكي ذهبية ومقرمشة. سيبيها تبرد 5 دقايق وقدميها مع رشة شطة إضافية وبضع قطرات من عصير الليمون. إذا حبيتي النتيجة هتبقى تحفة، شيبسي صحي مقرمش بطعم الشطة والليمون بدون قلي وخفيف ولذيذ على القلب.